السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعلان تفاصيل جديدة بشأن مسلسل خروج نهائي الذي سيعرض على شاشة قناة المهرية خلال شهر رمضان المبارك، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ويسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية المعاصرة بطريقة ساخرة. وشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفنانين اليمنيين، ومن أبرزهم إبراهيم بادي، عبد الكريم الشهاري، محمد قحطان، توفيق الأضرعي، ويحيى إبراهيم، ومحفوظ باجبير، وعامر البوصي، ونوفل البعداني، ومبروك متاش، والعديد من نجوم الدراما اليمنية. المسلسل من إخراج محمد الربع رئيس القصر. وأشاد وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بالجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا العمل، مؤكدا على التعاون المثمر من قبل السلطات المحلية للإنجاز الأعمال بالشكل المطلوب. من جانبه أشاد مدير عام مكتب الثقافة في محافظة المهرة بالقائمين على هذا الأعمال الدرامية التي احتضنتها المهرة، مؤكدا أن المكتب يرحب مثل هذا المسلسلات التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة. وفي حفل التكريم الذي أقامته شركة ثري شوت وشركة العقاد للإنتاج الإعلامي، أكد مخرج المسلسل محمد الربع أن المسلسل تميز بأسلوبه المبتكر وقصته المشوقة، معبرا عن ثقته بنجاح هذا المسلسل وجذب انتباه المشاهدين. ويعد مسلسل خروج نهائي أحد الأعمال الفنية اليمنية المنتظرة في شهر رمضان المبارك، ويتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية نظرا لتناوله مواضيع مهمة تمس حياة المواطن اليمني. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.